طلاب الحلوين، طلاب الازهر تانية اعدادي، عاملين ايه يا امارات؟ النهارده ان شاء الله هنحاول نراجع مع بعض ونفتكر مع بعض الجرامر اللي احنا خدناه في ال6 يونتس الترم الثاني، بس مش هنطول عليكم لان احنا فتره ايه؟ امتحانات. اول حاجه في الجرامر كان بيتكلم عن اساليب، كان بيتكلم ايه في الجرامر؟ كان بيتكلم عندي على اساليب النصيحه. يبقى اول حاجه يا حلوين كنا بنتكلم عن اساليب النصيحه، ازاي انك انت تعمل ادفايس. انا ممكن استخدم جمله الامر، ممكن استخدم جمله الامر. يعني ايه يا مستر جمله الامر؟ يعني ممكن اقول لك ذاكر، ممكن اقول لك ذاكر كويس، اقول لك استدي ايه؟ استدي هارد. يبقى دي نوع من الادفايس، نوع من النصيحه. فجمله الامر لو مثبت هيبقى الفعل في الانفينيتيف، لو منفي ممكن انفي بدونت او بكلمه never. anyway لازم يجي بعد يوم الفعل في المصدر. فحبيت اقول لك لا تلعب في الشارع، اقول لك don't play in the street. تمام خلاص. يبقى الاسلوب اللي موجود عندي في المنهج من اساليب النصيحه نسمي القاعده كده. اول حاجه جمله الامر، الامر المثبت الفعل في المصدر، الامر المنفي بدون بلس الانفينيتيف. طب انا ممكن استخدم اسلوب تاني، اسلوب should or shouldn't. حاجه تعملها هتبقى should، حاجه ما تعملهاش هتبقى shouldn't. بتنكتب ازاي يا مستر؟ بينكتب قبلها السبجكت الفاعل وبعدين should او shouldn't بلس الفعل بتاعي فين؟ في الانفينيتيف. خلاص. طيب هو بيجي لي في الامتحان عباره عن ايه يا مستر؟ بيجي لي في الامتحان عباره عن سؤالين، بيجي 2 اختياري وبيجي لي 4 find the mistake and correct it، والكلام ده انا بقوله للازهر. طب تعالى ما نطبق عليه. بيقول لي doesn't waste your time، اوعى تضيع وقتك. ايه الغلطه يا حبيبي في الجمله دي؟ انا عندي هنا doesn't ما تنفعش، امال هتبقى ايه؟ هتبقى جمله امريه منفيه بتتنفي بدون. طب لو جاب لي في should بيجيبها لي اشهر حاجه بيجيبها في should، you should to study hard. بيقول لك find the mistake في الجمله دي، احنا عايزين نلاقي الخطا في الجمله. يبقى على طول هروح شادد خط تحت should to ويبقى الصح بتاعها you should study hard. يبقى دي الاجابه الصحيحه والاجابه السليمه. اوكي. طيب ايه اللي موجود بعد كده بقى؟ اساليب الكونتراست. انا عايز اعرف ايه الجرامر اللي بعد كده. الجرامر اللي هو بعد كده جرامر يونت 8 بيتكلم عن اساليب الكونتراست. يعني ايه اساليب كلمه كونتراست؟ اساليب التناقض. خلي بالك اساليب التناقض في كلمه but و however، والاثنين معناهم لكن او على الرغم من. بيجي بينكتبوا ازاي؟ بيجي قبلهم جمله المعنى الاساسي وبعدين بيجي بعدهم جملة التناقض، الجملة اللي ما تدخلش العقل. يعني ايه تناقض؟ يعني الجملة الأولى مناقضة لمعنى الجملة الثانية، مش راكبين مع بعض بمعنى أصح. خلاص. بيقول لي ايه مثلا؟ he is rich، دي الواقع ان هو غني، but he isn't happy. والجملتين المفروض غني يبقى سعيد، فالجملتين مش راكبين مع بعض. هنا I can replace but with however، ممكن اشيل but واحط مكانها however. طب الاسلوب الثاني هو اسلوب although بالرغم من، والفرق ما بينها وما بين الاساليب دي ان هو بيجي مع بعديها معنى الجمله الاساسي، بيجي بعديها مع الجمله الايه الاساسي، وبعدين الجمله الثانيه جمله التناقض. طيب اساليب التناقض زي ما احنا قلنا في عندي but however، هم دولت كل اللي عندي في التناقض. لا احنا قلنا في although، بس although بيجي بعديها الجمله بتاعت المعنى الاساسي وبعدين جمله التناقض. although ممكن تيجي في الاول بس بيفصل كوما ما بين الجمله الاولى والجمله الثانيه، وممكن برضو عزيزي الطالب تيجي في النص. لو حبينا نستخدم although في الجمله دي هتجيب المعنى الاساسي اللي هي الجمله الاساسيه although he is rich كوما he isn't happy. اوكي. طيب لو حبيت اجيبها في النص هروح جايب الجمله دي الاول اهي اللي هي الجمله بتاعت المعنى التناقض he isn't happy، هو غير سعيد، although بالرغم من he is rich. اوكي. طب في كمان while
ممكن تستخدم كأداة ربط زمنية أو تستخدم للتعبير عن التناقض. يبقى أول حاجة أساليب التناقض لازم تبقى عارف but however مع بعض، although بيجي بعدها جملة المعنى الأساسي، وبعدين while بستخدمها لعمل تناقض. اللي بعد كده أساليب السبب والنتيجة. طب أنا عايز الأول يعني أعرف يعني إيه سبب، يعني reason أو cause، يعني إيه سبب reason أو كلمة cause. خلاص اتفقنا. طب إيه أساليب السبب؟ يعني معناها بسبب بستخدم because اهو، وايه كمان وsince وas. هيجي قبلهم الاكشن الثاني، هيجي بعدهم الاكشن الاولاني. يعني بمعنى اصح هيجي قبلهم النتيجه وبعدين هيجي بعديهم السبب. يعني زي ايه؟ شوف بيقول لك he couldn't go to school، هو ما قدرش يروح المدرسة yesterday. هنستخدم يا إما because أو since أو as he was sick، بسبب إن هو كان تعبان. يبقى دي أول حاجة أساليب السبب. طب أساليب النتيجة بقى أشهرهم so، يبقى أنا ممكن أستخدم because عكس مين؟ عكس سو. اوكي، يبقى طب ايه اللي هيجي بعد سو؟ هيجي بعديها النتيجه اللي احنا بنسميها السكند اكشن، وهيجي قبلها السبب اللي بنسميه الفيرست اكشن. قلت لك هنا عايزين نستخدم سو مكان بيكوز، يبقى بالتالي على طول he was ill so، ولذلك he couldn't go to school، ما قدرش ان هو يروح الايه؟ يروح المدرسه. طب ايه الاساليب الثانيه؟ عندي برضو therefore ومن اجل ذلك. يبقى عندي اسلوب اسمه ايه؟ therefore ومن اجل ذلك، وفي اسلوب ثاني as a result. as a result. يبقى اساليب السبب نقولهم مع بعض because وسينس واز، اساليب النتيجه so therefore as a result، بس دولت البنكتويشن بتاعهم مختلف. بجيب السيمي كولون وبعدين بجيب بعديهم الكوما، وبعدين اكتب الجمله بتاعتي زي ما هي. الجرامر بتاع يونت 10 بيتكلم عن الباست بيرفكت تنس. يعني ايه باست بيرفكت تنس؟ يعني تو اكشنز. يعني ايه الباست بيرفكت تنس؟ نقول تاني، يعني هم عباره عن تو اكشنز اهو. لو انا كتبت هنا البريزنت، انا هنا في المضارع اهو، خلي بالك انا هنا في البريزنت في المضارع. خلاص اللي لسه هيجي ده بسميه الفيوتشر، بسميه المستقبل. طب اللي حصل ده بسميه الباست، يبقى اللي لسه هيحصل بسميه الفيوتشر، اللحظه اللي انا موجود فيها البريزنت، واللي حصل في الماضي ده بسميه الباست. طب درجات الماضي بقى، انا عندي بقى فين الماضي التام؟ فين الباست بيرفكت هنا في على الرسمه دي؟ هو بيقول لي ان في تو اكشنز هابن in the past، في حدثين تموا في الماضي. يبقى هم حدثين تموا في الماضي. في حدث تم وانتهى قبل وقوع حدث اخر في الماضي. الحدث القديم الاولاني ده هو ده الماضي التام اللي مفيش قبليه حدث، والحدث الثاني اللي حصل بعديه وانتهى برضه قبل دلوقتي دي ماضي بسيط. طب يا مستر علشان اعرف الاولاني من الثاني حبيبي بنستخدم روابط زمنيه. طب الروابط دي بسميها عائلات. عائله الايه؟ عائله الايه؟ يلا احفظ معايا عائله الايه. الايه دايما هي الحرف الاول في اللغه الانجليزيه، فهيجي بعدها الفيرست اكشن يعني ماضي تام، وبعدين السكند اكشن دايما ماضي بسيط. طب مين اللي بيمثل عائله الايه؟ افتر اهو، واز سون. يبقى مين اللي بيمثل عائله الايه؟ نقول مع بعض، نرفع بس القلم. مين اللي بيمثل عائله الايه؟ نقول مع بعض افتر واز سون از. هيجي بعديها الفيرست اكشن. نقول تاني، نقول الرابط تاني بتاعت الايه؟ افتر واز سون از. ايه اللي هيحصل؟ هيجي بعدهم الفيرست اكشن. طب لو نسيت في الامتحان اعرف ان الاي دي اول حرف موجود في اللغه الانجليزيه، حرف الليتر ايه؟ ليتر اي. فالاي هيجي بعدها الفيرست اكشن، واحنا قلنا الفيرست اكشن هو الماضي التام، وبعدين السكند اكشن اللي هو الماضي البسيط.
طيب تعالى بقى نقول الاول الماضي التام ده بيتكون منين؟ الماضي التام بيتكون من subject وهاد بلس الباست بارتيسيبل. خلي بالك اي زمن تام تعرف ان فيه الفيرب تو هاف زائد تصريف ثالث، فاذا لما اجي اقول مضارع تام هاف او هاز زائد ثالث. طب لو ماضي تام هاد زائد ثالث، يبقى الماضي التام زمن بيتكون من هاد زائد ثالث. نفيو hadn't بلس الباست بارتيسيبل زائد ثالث. طب لو حبيت اعمل كويتشن هقدم هاد على الفاعل وهيجي بعديها ثالث، هيجي بعديها ايه؟ هو ده الماضي التام. طب الماضي البسيط اللي بيجي معاه كلنا عارفين ماضي بسيط تصريف تاني للفعل، تصريف تاني للايه؟ للفعل. طب علشان نعرف اولاني من تاني يلا تاني مع بعض بستخدم روابط زمنيه. عيله الايه؟ افتر as soon as اول تاني اول تاني، الاول ماضي تام التاني ماضي بسيط. اوكي؟ طب عكسهم مين؟ عيله البي بيفور اهو، ها يلا مع بعض وباي ذا تايم، بيفور وباي ذا تايم. طب بيفور وباي ذا تايم هيجي بعدهم تاني لانهم حرف تاني اللي هو ماضي بسيط اللي هو الباست سيمبل، وبعدين اولاني اللي هو ماضي تام، وبعدين اولاني اللي هو ايه؟ ماضي تام. فنخلي بالنا جدا بقى من الليله دي. طيب بص لي هنا بقى بيقول لي after بعد، شوف بقى after they had played football، بعد ما لعبوا كرة القدم what happened ايه اللي حصل؟ they went out خرجوا. يبقى فين الفيرست اكشن؟ ان هم اول حاجه لعبوا كره القدم، والسكند اكشن ان هم خرجوا. طب يلا يا حبيبي نستخدم بيفور. هتقلب الجمله لو جبت بيفور في الاول هتجيب بعدها السكند اكشن they went out، قبل ما يخرجوا ايه اللي حصل؟ they had played فوتبول، كانوا لعبوا كرة الايه؟ القدم. خلاص اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طيب تعالى بقى نتكلم في نقطة تانية برضو تبع الماضي التام. ايه النقطة التانية؟ because. انا قلت لك because دي أداة ربط بتعبر عن سبب ونتيجة. قلنا مين الأول؟ بالظبط كده، الأول سبب والتاني نتيجة اهو. فبيكوز هيجي بعديها السبب اللي هو الاولاني، يبقى ممكن لو هنا في النتيجه ماضي بسيط اجيب هنا ماضي تام، اجيب هنا ماضي ايه؟ تام. اللي هو يعني ايه ماضي تام؟ هاد مع بعض على طول زائد تالت. هاد زائد مين يا حبايبي؟ تالت. يلا نقول اهو I was happy، انا كنت سعيد. ليه يا بابا كنت سعيد؟ because بذمتك بقى دلوقتي هيجي هنا اول ولا تاني؟ هيجي هنا سبب، والسبب هو الاول اترتب عليه نتيجه. because I had bought ان انا اشتريته a new iPad، اشتريت ايباد جديد. مبروك. خلاص اتفقنا؟ يبقى نقول تاني علشان نعرف الاولاني مين التاني بستخدم روابط زمنيه. الروابط دي افتر as soon as عيله الايه بيجي بعدها اول تاني، بيفور باي ذا تايم بيجي بعدها تاني اول، سواء جم في الاول او جم في النص. بيكوز بيجي بعدها السبب، والسبب حدث اولاني يبقى قبلها ماضي تام، ماضي بسيط بعدها ماضي ايه؟ بعديها ماضي تام. ملحوظه مهمه جدا بقى، خلي بالك جدا من الملحوظه الجهنميه. لو تم حذف الفاعل بعد الرابط الزمني نعمل ايه؟ الطلاب بتوعنا حافظين نعوض عنه بالاي ان جي. يبقى لو جاب لي سؤال جهنمي زي دهوت في الامتحان وقال لي صحح امتحان الازهر تصحيح اكتشاف خطأ ثم تصحيح، هيقول لي after do my home work، بعد ما عملت الهوم ورك بتاعي I slept نمت. اوعى تغلط وتيجي تقول لي ده انا عندي هنا افتر هيجي اول وبعدين تاني ماضي بسيط، هنا ماضي تام، وتروح كاتب يعني هو جابها لك كده على بعضيها. بص هو جابها لك كده، جابها لك كده اهو، جابها لك افتر اهو، جابها لك بالطريقه دي وقال لك افتر دو ماي هوم ورك، وهتكتشف دي خطأ وتقول واو ده انا اكتشفت الحاجه اللي مفيش حد اكتشفها، وتروح معدلها كاتبها هاد دون.
الكلام ده غلط، هيعمل معاك تركايه. خلي بالك جدا من التركايه دي، هيروح جايب لك افتر دو ماي هوم ورك، يبقى الخطا في دو. طب ايه الصح بتاعها؟ على طول بعد اي رابط زمني مفيش فاعل ناخد الاي ان جي، يبقى ايه تصحيح دو على طول هتبقى دوينج. دي حكايه الماضي الايه؟ الماضي التام. تعالى بقى في يونت 11 هنتكلم عن حاجات خدناها قبل كده يا حبيبي. ايه هي يا بابا الحاجات دي؟ حاجات بنتكلم عن زمن الماضي المستمر وعلاقته بالماضي البسيط. في كل حاجه في الماضي هتلاقي عندك ماضي بسيط، هتلاقي عندك ماضي ايه؟ ماضي بسيط. بص لي هنا بقى يا سيدي، خلي بالك لو في اي تو اكشن في الماضي بقى علشان نلم الليله دي كلها، لو في تو اكشنز، اي تو اكشنز تموا في الماضي، لو ادي البريزنت اهو خلاص، وده كل البسط. لو في تو اكشن تموا في الماضي، واحد تم قبل التاني، القديم طبعا دي واحد تم قبل التاني، بس دي تم وانتهى، يعني دي تم وانتهى، ثم حاصل فصل زمني وبعدين حصل التاني، يبقى الاولاني ده ماضي تام، حدث ماضي تام، ماضي تام تم وانتهى واكتمل في الماضي وحصل بعديه اكشن تاني انتهى برضو في الماضي، بستخدم الرابط بتاعتي. انما حكايه النهارده بتتكلم عن الباست كونتينوس اللي هو الماضي المستمر. ايه بقى فلسفته؟ حدثين في الماضي، حدث اولاني طويل كان شغال، لما حدث تاني قصير قطعه، فالاولاني اللي ما اكتملش ده الماضي المستمر، والتاني اللي قطعه ماضي بسيط. انت ملاحظ دايما ان السكند دايما رقم 2 دايما هو الماضي البسيط. زي ايه؟ شوف بقى، طب علشان نعرف الاولاني من التاني بنعمل ايه؟ بنستخدم روابط زمنيه. هي الروابط الزمنيه وايل واز ووين. وايل واز دي او وايل واز ليهم ظابط، وايل لها ظابط ورابط، انما وين دي ملهاش ظابط ولا لها رابط. بس انت مطالب بايه بقى؟ ان وايل واز هيجي بعدها الحدث الاولاني اللي كان شغال وتقطع اللي هو ماضي مستمر، اللي هو بيتكون منين يا حبايبي؟ بيتكون من was او were بلس الفيرب بلس الاي ان جي، والحدث الثاني اللي قطعه ماضي بسيط اللي هو تصريف تاني للفعل. اوكي، انما وين عكس وايل هيجي بعديها حدث تاني اللي هو ماضي بسيط، وبعدين حدث اول اللي هو ماضي مستمر. فلو انت لقيت ماضي مستمر عندك في الامتحان يبقى الخطأ هنا هتحط وايل او از. لو لقيت ماضي بسيط عندك في الامتحان الخطأ يبقى هتحط ايه؟ هتحط وين. زي ايه؟ بيقول لي وايل I was doing my home work، وانا بعمل واجب المنزلي، ايه اللي حصل؟ the lights الإضاءة أو الإنارة أو النور went off قطع، يبقى حدثي لم يكتمل. دي الأساس اللي كنت شغال فيه وده هوت اللي قطعه. طب قلنا يلا نستخدم when أهو، هروح جايب الماضي البسيط when the lights على طول كده هوت went off لما الكهرباء قطعت I was doing my homework. دي حكاية الماضي الايه؟ دي حكاية الماضي المستمر مع الماضي البسيط. يلا بينا على قاعدة واخر جرامر موجود عندي، الباشا الكبير بتاعنا، زمن المضارع التام اللي انا بقول عليه زمن غريب وعجيب. ليه؟ لان هو مضارع بس مش مضارع، لو عملنا له تحليل الدي ان ايه مش هيطلع مضارع، امال هيطلع ماضي بسيط. طب المضارع التام ده يا حبايبي بيتكون منين؟ بيتكون من have or has بلس التصريف الثالث للفعل. المضارع التام دي زمن بيتكون من هاب او هاز زائد تصريف ثالث للفعل، بيجي قبلهم فاعل. طبعا هاب بتيجي مع الجمع، بتيجي مع اي ويو وي وزي، وهاز بتيجي مع هي وشي وات. خلاص بتكلم على حاجه تمت في الماضي، ما قلتش حصلت امتى، هستخدم مضارع تام. انا اكلت، ما قلتش كلت امتى، يبقى على طول ما ينفعش تقول I ate، امال هتقول ايه؟ I have eaten.
شوف ترجمته ماضي بسيط I have eaten. اوكي، او حاجه تمت في الماضي ولسه شغاله لغايه دلوقتي. انا بتعلم انجليزي منذ العام 2010 وما زلت ادرس اللغه الانجليزيه. خلاص دي المضارع الايه؟ المضارع التام. يبقى حدث بدأ في الماضي وشغال لغايه دلوقتي، او حدث تم في الماضي وانتهى في الماضي واثره موجود فين؟ موجود في الحاضر. فور اكزامبل I can't play football. انا مش هعرف العب كرة القدم. او شايف present اهو because ما ممكن يضحك عليك في الامتحان. يبقى اللي هيجي بعد because هنا معناه بسبب ان رجلي اتكسرت. يبقى رجلي اتكسرت فين؟ في الماضي وثبت اثر في المضارع يا حبيبي. يبقى هو ده المضارع التام اللي هو مضارع بس مش مضارع امال زمن من ازمنه الايه؟ الماضي. يبقى I can't play football because يبقى I have broken my leg. مضارع تام. اوكي، طب يا مستر ايه الكلمات الدالة عليه؟ كلمة since بيجي بعدها اسم المدة، بس since تبقى بمعنى منذ، لان احنا خدنا في السبب والنتيجة since بمعنى بسبب. فور شاطرة في الحساب بيجي بعديها طول المدة، بيجي بعديها عدد. شاطرة في الحساب. yet بتيجي في نهاية نفي، في نهاية جملة منفية أو سؤال. خلي بالك جدا من الحتة دي. ever بتيجي في منتصف سؤال أو نفي. يبقى لو لقيت في النقط في never وقال لك اكتشف الخطأ والجملة منفية مفيش نفي مع نفي، هستخدم في النص ever. ويت زي ever بس يت بتيجي في النهاية وever بتيجي فين؟ في المنتصف. never بتعطي معنى النفي، بتدخل على جملة خبرية مثبتة تديها نفي، فعلشان كده ما ينفعش يجي معاها not لان مفيش نفي ايه؟ مع نفي. في بقى كلمتين تانيين already بالفعل بتيجي في جملة خبرية، وكلمة just يعني فعلا عملت الحاجة ديت بس لسه عاملها حالا، هتيجي برضو في المنتصف جملة مثبتة، هتيجي في ايه؟ في منتصف الجمله الايه؟ المثبته. دي كان الجرامر بتاعي. فيلا بينا بقى على حل ال10 نماذج بتوع المعاصر. يلا بينا نبدا. يلا يا حبايبي، هنبدا الاول باللي هو الاذر سامبل تيست اللي هي النموذج الاول. طبعا زي ما انت شايف على طول كده موجود عندي اول حاجه نص الاستماع. طب اعمل ايه يا مستر في نص الاستماع؟ نص الاستماع تفهم معناه تذاكر، يعني تمسك الورقه على طول بدل ما تتكلم مع صاحبك والحاجات دي وانت في فتره امتحان، لا تفهم السؤال دي معناه ايه، بحيث ان هو اول ما يكلمك ولا يقول لك اي حاجه تبقى عارف ان انت لازما تجاوب على السؤال ده. فانت مش هتعرف تجاوب الا لما تبص على ايه؟ على نص الامتحان. امال ايه فين يلا حبايبي الحلوين بقى، هنرجع بقى تاني نحل ال10 نماذج بتوعنا. فهنبدا الاول. اول سؤال موجود عندي سؤال نص الاستماع. طب نحل ازاي نص الاستماع يا مستر؟ نص الاستماع يا بابا اول ما تستلم ورقتك تشوف معنى السؤال ايه، بيتكلم عن ايه، وتبدا تفهم معنى، بحيث ان اول ما التيتشر بيدخل معاك تعرف على طول انت جاهز وهيقول لك ايه. فلما يقول لك هاو دو جوبز افكت بيبل، ازاي ان الوظائف دي بتاثر على الناس، تبقى عارف بقى جاهز ان معنى السؤال ده ايه. فاول ما تسمعها تجاوب وات كان ا جود كارير جيف بيبل، الكارير الجيد بيدي ايه للناس، تبقى مجهز نفسك وفاهم هي بتتكلم عن ايه. تعالى بقى يا حبايبي نبدا الاول بالمحادثه، والمحادثه دي من الحاجات الجميله جدا اللي لازم تفكر فيها. اول حاجه اقرا البريفيو بتاع او التايتل بتاع المحادثه، بيقول لي نورا is talking about study habits، يبقى نورا بتتكلم عن عادات المذاكره. فنورا وساره how do you study for exams، ازاي بتذاكر ازاي الامتحان. فهتقول لها بعمل ايه؟ بص لي هنا بقى، نورا قالت لها ستادي بلان، خطه دراسه، خطه مذاكره، يبقى هتبقى ايه؟ I do، انا بعمل study ايه؟ بلان. خلي بالك اهو. طيب that's a good idea. وبعدين سألتها سؤال. طب السؤال عندي في الانجليزي بيتكون منين؟ اداة استفهام اللي هي الكويشن وورد،
وبعدين فعل مساعد وبعدين فاعل وبعدين بقيه الجمله. قالت لها نو. يبقى هنا طب لو الاجابه فيها يس او نو يبقى السؤال هنا بايه؟ بفعل مساعد مباشره. I sometimes study with my friends. يبقى هنا نو مخالفه لدي، نو مخالفه لدي، يبقى هنا هجيب عكس ايه؟ عكس my friends. هتبقى do you study alone؟ هو انت بتذاكري لوحدك؟ قالت لها لا، انا احيانا بذاكر مع صحباتي. طيب نورا سالتها سؤال، قالت لها yes writing notes and flashcards help me learn new words. الاجابه فيها yes او no، يبقى دي جايبها قبلها فعل مساعد، هنا فيه help هتبقى ايه؟ does على طول. هتبقى do. هنا الفعل ايه؟ help، يبقى الفعل في المصدر هتبقى do. هتبقى do ايه بقى؟ writing notes and flash cards help you learn. نفس اللي مكتوب ده كله new words اهو. قالت لها yes I will take your advice، هاخد بنصيحتك. طيب تعالى هنا بقى، انا عندي الاختياري بتاعي حبيبي في 4 اختيارات، 2 معنى 2 جرامر. يلا بينا. The earth keeps its atmosphere in place and allows humans to breathe. مين بقى؟ مين اللي بتحافظ على الاتموسفير ان بليس في مكانه خلاص وبتساعد الناس انهم يتنفسوا؟ هل الجرافيتي الجاذبيه ولا راديشن اللي هو الاشعاع ولا السانلايت ضوء الشمس ولا السويل التربه؟ ايه بقى اللي بتساعد الناس ان هم بتخلي الاتموسفير في مكانه الغلاف الجوي and allows humans to breathe، وبتساعد الناس ان هم يتنفسوا؟ يبقى على طول هتبقى الارث جرافيتي اللي هو الجاذبيه الارضيه. Unique behaviors of some animals help them in harsh conditions. يعني السلوك الفريد في بعض الحيوانات بيساعدهم في الظروف القاسية، يبقى بيساعدهم انهم ايه؟ يتكيفوا او يبقوا احياء. مش جايب لي يتكيف، انما جايب لي كلمة survive اللي هو يحيا او ينجو او يعيش. ما ينفعش سليب ينام ولا موف يتحرك ولا disappear يختفي. They reached the park. It had already started to rain. تعالى هنا بقى، لسه قايلينها. عايز اقول لما وصلوا الحديقة كانت الدنيا فعليا بدأت انها تمطر. تعال تاني اول. لا يا بس انا اعرفك، طب ما دي ممكن يكون الاول ودي التاني. اقول لك تعال ماضي بسيط هذا تصريف ثالث ماضي تاني، يبقى الماضي التاني دائما هو الحدث الاولاني ما فيش قبليه اي حاجه. يبقى هدور على عيله مين؟ عيله البي، بيكوز اصلا هي بتيجي في النص لو هنعتبرها، ودايما بيجي بعدها الفيرست اكشن. يبقى انت كده في الامتحان حددت السكند من الفيرست والفيرست من السكند، يبقى هتدور عيله الايه؟ لا اند دي ربط ما تنفعش، يبقى على طول باي. على طول احفظها كده. لقيت تاني اول، لقيت تاني اول، لقيت دايما تاني هتاخد عيله البي. لقيت رقم واحد اولاني هتاخد عيله الاي على اساس ان الاي قبل البي. طيب توك while the teacher is explaining. جمله امريه، اوعى تتكلم والمدرس بيشرح. هتبقى don't اللي هي بتساوي كلمه ايه؟ never، بتساوي كلمه never. اوكي. Have you finished your homework؟ السؤال اللي بعد كده في الامتحان بيقول لي، بيجيب لي جمله، الجمله دي فيها خطا، بيقول لك اكتشف هذا الخطا وبعدين صحح الخطا ده. بيقول لك have you finished your homework already؟ انا هسيبك بقى تكتشف كده مع نفسك. انت عندك have you وعندك already من الكلمات الداله على زمن المضارع التام. على طول هنا المفروض هذا وهذا يجي هنا بعديها تصريف ثالث، يبقى الخطأ في فينيش، الصح بتاعها التصريف الثالث هتبقى finished. اوكي. طب تعالى هنا you shouldn't talk in the library. احنا قلنا should و shouldn't، لازم يجي اي موديل فيرب على طول. will would can could may might، كلمه should وبعدين must لازم يجي بعديهم الفعل في المصدر. هتبقى talked دي غلط، فالصح بتاعها talk لان لازم يكون عندي فعلي في المصدر. games are fun and they should also be educational. ايه الخطأ بقى؟
بيقول لي ان اللعب دي شيء رائع and they should also be educational والمفروض ان هم يكونوا شيء تعليمي. اكتشف انت برضو الخطأ. الخطأ في أداة ربط، في أداة ربط. لكن أنا عايز أقول هم شيء ممتع، لكن هم برضو لازم يكونوا كذا. يبقى في تناقض هنا، يبقى في شيء ممتع وفي شيء تعليمي، يبقى الاتنين متناقضين. يبقى على طول حبيبي حط ايه؟ بط. أنا بقى في سنتين 3 بسيب لك فرصة انك انت تحل. He passed the exam so he had studied hard. هو نجح في الامتحان، حدث تاني بعد ما يعتبر ذاكر كويس جدا حدث اولاني. وهنا سو دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن نتيجة. لا ده جايب السبب الحدث الاولاني، يبقى سو هيبقى مكانها because. تعال بقى حبيبي على القطع، نشوف القطعة. بيقول لي ان كل جوب محتاجة different skills، مهارات معينة ومختلفة. some jobs need practical skills اللي هي مهارات بتاعة الممارسة like building, cooking or fixing things. في جوب تانية بتبقى محتاجة التفكير، مهارات التفكير زي حل المشكلات، التخطيط، التصميم، الحاجات دي كلها. يبقى بالتالي لما يجي يقول لك why are technology skills important in many jobs today؟ ليه التكنولوجيا مهمة؟ دور عليها. هندور على كلمة تكنولوجي. فين هنا كلمة تكنولوجي؟ يلا مع بعض اهو نمشي. communication are important in almost technology skills اهي are also becoming more important. ليه؟ because بسبب many jobs use computers and machines. العديد من الوظائف بتستخدم ايه؟ الكمبيوتر والماشينز، الالات. يبقى دي السؤال نمبر 1. طيب تعالى هنا بعد كده بيقول لي how can learning new skills help you in your future career؟ ازاي انك انت وظائف جديده وانك انت تتعلم مهارات جديده بتساعدك. هتبقى learning new skills can help you get better jobs and enjoy your work more. يبقى دي الاجابه نمبر 2. طب تعال some jobs need practical skills like زي ايه؟ البناء. طيب communication and are important in almost every job. التواصل والعمل الجماعي. هنا بقى بيتكلم الباراجراف عن الجوب سكيلز. هتتكلم عن دايما لما بنيجي نتكلم علشان هنتكلم في حاجه واحده بس مش هنتكلم فيها تاني. دايما لما تيجي تتكلم عن اي باراجراف ومطلوب منك 4 جمل، يبقى لازم اعمل انترودكشن، جمله مقدمه بتتكلم، يبقى دي ضمن المقدمه. وبعدين البادي بيشرح هذا الموضوع وبتدي اكزامبلز بقى وبتدي اسباب وبتعمل ليله طويله. وبعدين اخر جزء الخاتمه يعتبر برفريز تاني للمقدمه او بتختم بنصيحه او بتاع. فدي هنبقى نتكلم عليها. بس لما تيجي تعمل مقدمه بتاعت الجوب سكيلز هتيجي تقول all jobs today need skills. كل وظائف اليوم بتبقى محتاجة مهارات. خلاص يبقى انا كده دخلت الموضوع بتاعي في جمله المقدمه. وتبدا بقى تتكلم ان في البراكتيكال سكيلز اللي هي المهارات العمليه، وفي الثينكينج سكيلز، ولازم أن يكون عندك مهاره الحاسب والتعامل واللغه والمهارات دي كلها. ناقص الاستماع خلاص فهمنا هنحله ازاي. هنتكلم برضو على الديالوج. بيقول لي احمد and رشوان are talking about the Grand Egyptian Museum. احمد ورشوان قاعدين عمالين يتكلموا مع بعض عن المتحف المصري الكبير. فاحمد بيقول له هاي رشوان where did you go yesterday؟ هذا السؤال في الماضي. لما الفعل بيشوف ديد بيحترم نفسه فبيرجع لاصله. لما بشيل ديد لازم اجيب الفعل بتاعي في تصريف تاني. انت رحت فين امبارح؟ هو جايب لك ايه في العنوان؟ اوعى تقول لي الحديقه، اوعى تقول لي اي حاجه، لا ده هو جايب لك عنوان لمكان، جايب لك يبقى يو هتتحول الى اي. الماضي من جوه هتبقى went. I went to there هنختصرها GEM اللي هو الجراند ايجيبشن ميوزيوم. طب اشمعنى يا مستر في السؤال كانت جو وفي الاجابه وانت؟ لان كان في السؤال عندي ديد، وكلنا متفقين طول ما انا عندي ديد ايه اللي بيحصل للفعل؟ الفعل بيحترم نفسه فبيرجع لاصله. شلت ديد ارجعه للماضي بقى. طيب بالتالي احمد اسكر هنا كويشن، واحنا اتفقنا السؤال ده عامل زي اسمك الرباعي. ايه هو اسمك الرباعي؟ اسمي انا، اداه استفهام الكويشن وورد اهو.
ثم فعل مساعد، ثم فاعل، ثم بقية الجملة أداة الاستفهام على حسب معنى الإجابة. طب الفعل المساعد حاجة من اتنين، لا إما جملة الإجابة فيها فعل مساعد، لا إما ليس فيها فعل مساعد. لو فيها فعل مساعد خير وبركة، بنعمل إيه؟ بنعمل حبيبي عملية المقص، بقدم الفعل المساعد على الفاعل. طب لو ما فيش بروح للإخوة الثلاثة دو داز وديد. لو مضارع بجيب دو او داز مع هي وشي وات. لو ماضي بجيب ديد. واني واي سواء جبت دو او داز او ديد لازم الفعل بتاعي يرجع للمصدر. خلاص. طب افرض بقى جاب لي في الامتحان حته تريكايه وقال لي شال لي دي اهو، وقال لي ويز ماي فاميلي على طول. طب يا مستر اعمل ايه؟ هقول لك سؤال ذكي من طالب ذكي. انت جايب لك ايه بقى؟ نص الجمله. نص الجمله اول سؤال كان في زمن الباست، فالاسئله اللي بعديه غالبا كلها في الماضي زيه، يبقى هتبقى هو. شوف فعل المساعد did you go with. سهله جدا اهي. حتى لو شال لي دي وقال لي with my family، ماي فاميلي عاقل، هاخد هو. محتاج فعل مساعد اجيب did. ليه؟ لان كده الزمن كله بيتكلم فين؟ في الماضي. قال له is it a big museum؟ قال له sure it's very big. what did you see there؟ هتبقى ايه بقى؟ يو هنا بقى مقصود بيها انا ولا بينا احنا؟ لا ده ما تضمن العيله بعد كده هتبقى we saw many historical objects. اوكي؟ طيب تعالى هنا بقى. A school shows the subjects for each period. مين اللي بيبقى فيه المواد لكل فترة موجودة في المدرسة؟ يبقى على طول التايم تيبل. Our team played well. They didn't score any goals. الفريق بتاعنا لعب كويس بس ما فازوش بالماتش. فين الأصل؟ إنهم لعبوا كويس. الله ينور عليك. أوكي؟ طيب فين الجملة الاعتراض؟ الجملة اللي مش داخلة الدماغ إن هم ما فازوش بالماتش. دي بقى حته انا شايفها ثعبانيه من الحتت الجميله جدا اللي احنا كنا مركزينها مع الطلبه بتوعنا. بيجي قبلها كوما، هاويفر بيجي قبلها كوما بعدها كوما. ليه؟ هيجي طالب يقول لي طب يا مستر ما دي زي دي بيجي بعدها الجمله الفرعيه جمله التناقض. هقول له لا احنا كنا متعلمين في السنتر مع بعض ايه اللي بيحصل؟ بيجي قبلها كوما وبعدين كوما هتبقى however. طب although دي اللي بتيجي دي بعديها، انما but ما بيجيش بعدها كوما. اوكي؟ طيب means focusing your mind on one thing. انك انت تركز بدماغك على حاجه واحده مش على 100 حاجه. يبقى التركيز. هل collocation جاي من كلمه collect اللي هو بيحسب او بيجمع؟ cancellation الغاء جاي من كلمه cancel، ولا concentration اللي هو الانتباه او التركيز؟ correction جاي من كلمه correct بيصحح، فcorrection يعني تصحيح. الفوتوغرافرز these sites to share their beauty. يبقى اللي هو ايه بقى؟ المصورون هذه السايتس هذه المناظر to share their beauty. تعالى هنا بقى علشان اجيب هاز نستبعد بقى مع بعض زي ما اتفقنا. علشان اجيب هاز دي فيها الاس. مين اللي بيحب دايما الفعل يكون فيه الاس؟ هي وشي وات. خلي بالك جدا من الحته دي، مش جايب لك دلاله زمنيه على الزمن، فهنختار ازاي؟ يبقى هاز ما تنفعش تيجي مع الجنب. طيب نسيب ده على جنب دلوقتي لانها بتيجي مع كل الضمائر، بتيجي مع مفرد مع جمع في الماضي. طب علشان اجيب الفعل اللي له اي ان جي لازم يجي قبليه اما واذا وارى واذا وير. خلاص يبقى هنا مش موجود. طب ليه ما خدتش دي؟ طب ما جايب لي از. اقول لك برضو از ما تجيش مع مين؟ مع الجمع. يبقى هتبقى لتر بي. احفظك كلمه كاتشرد يعني التقط صور. اوكي يلا نكمل. يلا السؤال الجميل جدا بتاعي بيقول لك find the mistake in the following sentence and correct them. يعني جد الخطأ في الجمل التالية وصححهم. بيقول لي after he parked his car he went to park. after عيلة مين يا حبيبي؟
عيلة البي، عيلة الاي، والايه الاول ولا الثاني؟ الاي مع البي. مين الفيرست ليدر؟ الحرف الاولاني الاي، يبقى بيجي بعدها الحدث الاولاني. الحدث الاولاني يا حبيبي بيكون ايه؟ بيكون ماضي تام، والحدث الثاني ماضي ايه؟ بسيط. يبقى بعد ما ركن عربيته نزل وراح الشغل، يبقى على طول هتبقى باركد الخطأ، الصح بتاعها هتبقى هاد باركت. اهي خلاص. معلش معلومه خارج المنهج بتاعنا، على فكره ينفع الماضي التام يحل محله ماضي بسيط، والعكس غير صحيح. بس انت في تانية اعدادي مش مطالب بالنقطه دي، انت مطالب ان افتر واز سون از هيجي بعدهم الفيرست اكشن اللي هو الماضي التام، وبعدين الماضي البسيط عكسهم بيفور وباي ذا ايه طيب. دي بس اللي انت مطالب بيه. اوكي. did you done your homework؟ هل انت عملت واجبك المنزلي؟ والله انت عندك تو اوبشن، لان هما الاثنين احنا قلنا الاثنين توأم، مضارع تام وماضي بسيط توأم. خلاص عندك حاجه من الاثنين، بس ادامه انا الافضل ما ذكرتش الفتره الزمنيه، الافضل تبقى مضارع تام. خلاص اعمل ايه بقى؟ انا ممكن اجي على ديد واحط مكانها هاف. اوكي، هاف يو دان، ودي الافضل. طب طالب طلع من الامتحان وقال لي يا مستر انا لقيت ديد، فقلت ما ينفعش يجي بعدها باست بارتيسيبل، فروحت شايل دان حطيت مكانها دو، اقول له اجابتك برضو صح. بس الاصح هي ان انا اشيل ديد واحط مكانها هاف، بس الاثنين هتاخد الدرجه الكامله بتاعتك، مفيش حد يقدر يقول لك لا. while runs she fell down. مش احنا قلنا في شرح الجرامر، احنا قلنا ايه في شرح الجرامر؟ اي رابط زمني لو ما جاش بعديه فاعل احط الاي ان جي في اي زمان وفي اي مكان. يبقى while ما جاش بعديها فاعل يبقى هتجيب run دي وتخليها سيادتك running اهي. بس ما تنساش تعمل دبليكيت لمين؟ للان. الله ينور عليك. he couldn't buy anything but the shop was closed. يعني ايه؟ هو ما قدرش يشتري اي حاجه لكن المحل كان مقفول. ما هو بالطبيعي لو المحل مقفول مش هيقدر، يبقى بالتالي ما ينفعش بط، لان بط التناقض. يبقى بسبب ان المحل كان مقفول اللي هيكتب بيكوز اجابته صح، واللي هيكتب از اجابته صح، واللي هيكتب سينس هنا بمعنى بسبب اجابته صح. اوكي، تعالى بقى القطعه بتتكلم عن الديزرت. How do camels and other desert animals survive without much water؟ ازاي ان الجمال والحيوانات الصحراء الاخرى ربنا adapted them مكيفهم ان هم to live without water for long time، يعيشوا بدون ميه لمده طويله. فبيقول لك ازاي هنعرف. تعال. الديزرت من خصائصها دي هابيتات، دي بيئه من خصائصها انها دراي وهوت بليس، فيها ليتل ووتر، فيها ميه قليله، فبالتالي الانيمالز اللي بيعيشوا هناك لازم يكونوا ادابتد انهم يستحملوا يعيشوا بدون ميه. والبلانتس نفس النظام. people and animals living there must adapt to. ايه adapt to؟ خلي بالك هنا المفروض ان adapt to دي لو جه بعديها فعل بنضاف له الاي ان جي، خلي بالك من الحته دي، بس ما اعرفش ليه هو جايبها الفعل في المصدر. خلاص. camels for example الجمال على سبيل المثال can go a long time without water and many desert animals are active at night when it's cooler. people in the desert often wear light clothing to stay cool. الناس اللي عايشه في الصحراء بتلبس ملابس خفيفه والوانها فاتحه كده علشان يحافظوا على برودة جسمهم. طيب and use a special method to find and save water. Life in the desert can be difficult but it's also unique and full of interesting plants and animals. خلاص. يبقى بيعملوا ايه؟ هنا بيقول لك how do camels and other desert animals survive without much ايه؟ ووتر. ازاي بيعيشوا بدون ميه؟ احنا بنحاول نطلعها من القطعه بس هو الظاهر ما جابهاش في القطعه، يعني هو الظاهر ما جابهاش ايه في القطعه. هتيجي تقول كده هو المفروض هو جابها في نص فعليا، نص القرايه اللي موجوده في الكتاب المدرسي، بس هي متجزأه من القطعه، متشاله من القطعه. از طب انا ممكن اجيبها عادي من القطعه زي adapted adapt to living in the desert، بسبب ان هم متكيفين ان هم او متأقلمين ان هم يعيشوا في الصحراء. بس هو كان جايبها في كتاب المدرسة ان الكامل دهوت هذا هامب، له هامب تستور ايه؟ ووتر، وكان جايب الفينيك فوكس
بيطلع بالليل وينام بالنهار علشان الحركه بتاعته تقل. Why is life in the desert difficult but also interesting؟ هي difficult طبعا because it's very hot and dry. طب ليه interesting؟ because it has many أو it's full of unique and full of interesting plants and animals. طب people and animals living in the desert must to survive يبقى must adapt. okay. Many desert animals are active at when it is cooler طبعا بينشطوا ليلا. طيب هنا بقى بيقول لي اكتب الايميل. طب احنا كنا اتكلمنا على الباراجراف. طب الايميل يا مستر؟ الايميل يا حبيبي سهل جدا، هو نفس الباراجراف بس السؤال هتطلع بثلاث حاجات. هو الايميل ده من مين؟ رايح لمين؟ السبجكت بتاعه ايه؟ طب السبجكت اي حاجه بعد كلمه اباوت هو ده السبجكت بتاعي، واي حاجه فيها يور هحولها الى ماي. خلاص؟ واي حاجه فيها يو هحولها الى اي. يبقى السبجكت الموضوع بتاعي هتكلم عن الماي سكول داي، اليوم الدراسي بتاعي بكل بساطه. طب من مين؟ اللي هو يور ايميل ادرس از. اول ايميل ادرس بينكتب فروم، يبقى طارق سام @yahoo.com. طب رايح لمين؟ اسلام جاد. مين اسلام جاد؟ واحد صاحبك؟ اسلام جاد ماشي يا سيدي صح @yahoo.com. طب هكتبه بقى ازاي بقى؟ هروح كاتب الافتتاحيه بتاعتي كلمه دير ورايح لمين؟ لاسلام، دير اسلام. واقول له how are you and your family؟ كيف حالك انت والعائله؟ I hope you are okay. اتمنى ان كنتوا بصحه جيده. وهبدا بقى علشان اعمل ترانسيشن، اعمل انتقال من التوبيك من الموضوع للبادي اللي انا هتكلم فيه. I am going to tell you about my school day. هنتكلم بقى عن التايم تيبل يا شباب. يعني my school day starts at اهو هعمل فول ستوب. my school day starts at 7 o'clock. ونبدا بعمل بقى بلبس ايه وبعمل ايه وكده عشان ما نطولش عليكم. يلا بعد كده يلا بينا على النموذج الثالث. بيقول لي supply the missing parts in the following dialogue. زكي and فادي are speaking about keeping the environment clean. بيتكلموا على الحفاظ على نظافة البيئة. زكي هاي فادي did you see all the trash in the park today؟ هو انت شفت كل الزبالة اللي مرمية في الحديقة النهاردة؟ people should stop throwing. هتبقى ايه؟ sure بالتأكيد. الأفضل بقى انت طالب كبير بقى سيبك من yes I did وسيبك من كلام الأطفال دولت، انت عديت المرحلة دي هتبقى sure. You're right. What do you think should help in keeping the environment clean؟ all members of the society أو society كل أعضاء المجتمع. خلاص زكي سأله سؤال، نيجي هنا بقى عند النقطة دي ونقف فيها. قال له I think natural fertilizers are safer for the soil and plants. اوكي هتبقى what's your ما رأيك في opinion about ايه رأيك في الناتشرال fertilizers اللي هي الأسمدة الطبيعية. خلاص قال what else do you think we can do to keep the environment clean؟ قال له طب وايه تاني؟ خلاص اتفقنا ان احنا نقدر نساعد على نظافة البيئة بتاعتنا. we can اهو اهم حاجة recycle old things. نقدر ان احنا نعمل ريسايكلينج للحاجات القديمة. خلاص اتفقنا؟ طيب يلا بينا على الاختياري. 4 معنى 2 معنى 2 جرامر. means related to the mind and thinking لا علاقة بالعقل والتفكير. mental. امال ايه معنى كلمة physical بدني؟ لا علاقة بالبدن او البادي بتاعنا. practical عملي. emotional شاعري فيها مشاعر بقى وفيها حب وكده.
The word precious كلمة precious يعني شيء ثمين، شيء قيم جدا. Refers to something valuable and طبعا expensive. امال ايه معنى كلمة inexpensive؟ اوعى تنسى معناها رخيص. The movie ended it was already dark outside. بمجرد ان الفيلم انتهى كان خلاص الجو بره كان ضلم. احنا قلنا بقى افتر اول بيكوز بيجي بعدها سبب. خلاص unless دي مش بتاعتنا خالص، بتساوي كلمة if not، يبقى by the ايه type. You wear a helmet when riding a bike، يبقى على طول نصيحة you should. طيب يلا يا حبايبي. Our team played well so they didn't score any goals. الفريق بتاعنا خلاص لعب كويس جدا بس ما سجلوش اهداف، يبقى سو مش بتاعتي، سو مش بتاعتي. تعالى بقى للحته دي. خلاص هنا تناقض، هنا تناقض. طب انت بقى هسيبك ثانيتين كده اهو تفكر ايه هي. انا عندي هنا كلمه سو، قبلها ايه يا بابا؟ قبلها ايه؟ قبلها فول ستوب. الطلبه بتوعنا كنا دايما بنركز على علامات الترقيم وقلنا في فرق كبير جدا ما بين بط وكلمه however. هم في التوتالي في المجمل ذا سيم مينينج، نفس المعنى. سيبك بقى دي معناها لكن ودي معناها بالرغم من، هم نفس المعنى. امال ايه اللي بيحصل؟ في فول ستوب في كوما، احنا قلنا however قبلها كوما بعدها كوما، بس ساعتها بكتبها سمول. وممكن اعملها بطريقه تانية، اعمل فول ستوب واروح كاتبها، بس ساعتها لازم اكتبها ايه؟ الله ينور عليك، صح، انت المفروض تاخد جايزه. خلاص اكتبها ايه بقى ساعتها؟ هكتبها كابيتال، يبقى ساعتها يبقى هروح كاتبها ويفر كده. اوكي؟ طب ما ينفعش اكتب بقى؟ لا. طب you should respect your school rules. لا، طب فين الغلط؟ انا نطقتها you should respect صح؟ بس هنا فيها الاس، يبقى على طول ريسبكتس دي اللي غلط، لان انا لازم اكتبها الفعل في الانفينيتيف. الفعل فين؟ في المصدر، هتبقى you should respect. The shop was closed، المحل كان مقفول because we couldn't buy anything، بسبب ان احنا ما قدرناش نشتري اي حاجه. لا مش مكانك هنا، هنا مش مكانك. خلاص اتفقنا. وبناء عليه خلي بالك. طب يا مستر نكتب هنا سو عكس بيكوز، انا هسيبك بقى لضميرك. انا قلت لك مين اللي هيجي قبلها السيميكون؟ هتبقى therefore وبناء عليه، او ممكن اقول عليها as a result، وممكن اقول ايه as a result. اوكي، هتبقى therefore. What had they buy before traveling؟ تعالى هنا بقى، انا عايز اقول هم اشتروا ايه قبل السفر، يبقى الشراء دي اول وبعدين السفر ثانيا، وبعدين كده عندي رابط وعندي هنا هادي، يبقى حبيبي تصريف ثالث للفعل، يبقى باي هي اللي اكس، هي اللي غلط، يبقى التصريف الثالث بتاعها ايه يا حبيبي؟ هتبقى بوت. اوكي، القطعه برضو نفس النظام، نفس الحكايه، بتتكلم what skills do students develop when they adjust to timetable changes. يعني ايه المهارات اللي الطلبه بينموها لما بيعدلوا او بيبقى عندهم قابليه انهم بيعدلوا التايم تيبل اللي هو جدول المواعيد التغييرات بتاعته كده. الحاجات دي كلها بنطلعها من القطعه، بس اهم حاجه لازم افهم السؤال بيتكلم عن ايه وايه معنى السؤال. شوف بيقول لي in many schools the timetable is one of the most important tools for managing the day. It tells the students which subjects they have. بتقول له دي فايدة التايم تيبل على فكرة. when lessons begin and what materials they should bring، وايه المواد اللي لازم يجيبوها. Each morning teachers review the timetable with their class to make sure everyone is prepared. When changes happen لما يحصل تغيرات such as a competition، زي في مسابقات او في احتفالات خاصة في المدرسة، ان الطلبة يجب عليهم ان هم يعدلوا بسرعة مع هذه الاوضاع. This helps them develop responsibility and problem solving skills. يبقى دي الإجابة بتاعتي بالقطعة على طول، يبقى دي نمبر إيه؟ نمبر 1. What do teachers review each morning to ensure students are ready؟ يبقى التايم تيبل من غير ما نرجع لها. خلاص اتفقنا؟ طيب. هنا جايب لي الاختياري اهو، بيقول لي what is one reason the timetable is compared to a compass؟
خلاص لو احنا قارنا التايم تيبل مع البوصله، شفت الحاجه الحلوه؟ البوصله زي ما بتعرفك البليس اللي انت رايحه، فالتايم تيبل بيعرفك. it shows the students where to sit. لا. it guides the students through the school day. ولا it helps teachers grade homework. ولا it explains schools rules. لا طبعا هتبقى letter B. ليه؟ في حاجه بتجمع الكومباس البوصله مع التايم تيبل ان هم جايد بيرشدونا، فدي البوصله guide us to a correct place، والتايم تيبل هي guide us during school day. According to the text, why are short breaks included in the timetable? To make the school day longer? لا طبعا. To give teachers more planning time? لا. To help students rest and prepare. دي حاجات ممكن ما ترجع لهاش في القطعة. The importance of games at school. أهمية الألعاب في المدرسة. هتتكلم بقى عن الألعاب وأهميتها، جملة مقدمة، جملة موضوع، الحاجات دي هنبقى نتكلم فيها. المهم نص الاستماع زي ما اتفقنا بيتحل ازاي. ندخل على طول على النموذج الرابع يا حبايبي اللي هو المحادثة، ولازم تكون خدت على كتابة السؤال بينكتب ازاي والاجابة اللي على السؤال. السؤال بيتعمل ازاي؟ طبقا للي تحتيه، والاجابه طبقا للسؤال اللي قبليها. Summer is asking آية. Summer بتسأل آية about her school day، عن يومها الدراسي. فسمر بتقول لآية how do you get to school؟ بتروح المدرسه ازاي؟ قالت لها I get to school by bus. سمر سألتها سؤال، قالت لها it takes a long time because the roads are busy. خلاص اتفقنا. هتقول لها ايه بقى؟ هتبقى why does it take a long time to get to school؟ ليه؟ طب هو ليه بياخد وقت طويل جدا علشان توصلي للمدرسه؟ قالت لا ادامت هنا بيكوزي، بس السؤال على طول بواي. طب يلا يا مستر بسرعه كده عملنا ايه؟ اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل. طب بصيت على الاجابه ما لقيتش فيه فعل مساعد، اشتقيت دو او داز او ديد. دو داز وديد لهم برستيج يا شباب، ان الفعل اللي معاهم لازم يكون دايما في المصدر، فرجعت تيكس الى تيك. سمر سالتها سؤال، قالت لها I always have nice time with my friends at break. خلاص اتفقنا. انا دائما خلاص بقضي وقت. يبقى how do you spend your break؟ انت بتقضي البريك بتاعك ازاي، او شكل البريك عندك ازاي. do you have PE lessons؟ البي اي اللي هي physical education. قالت لها yes I do. how often do you play sports؟ ممكن once a week، مرة واحدة في الاسبوع. اوكي يلا يا حبايبي جينا بقى للاختياري. 2 معنى 2 جرامر. بيقول لي change is one of the main reasons، هو واحد من الاسباب الرئيسيه لتغير المناخ، او ان المناخ يكون قاسي جدا. معروف ان change النص الاولاني climate change. teaching is not always easy but it is a very ايه بقى؟ rewarding، هي وظيفه مجزيه. meaningless تافهه بلا معنى. confusing مربكه useless، يعني ايه غير مجديه او غير نافعه. what should you what should يبقى على طول do. by the time we arrived the movie had already started، يبقى by يجي بعدها حدث تاني ماضي بسيط، يبقى حدث اولاني ماضي تام، وكده كده عندي تصريف ثالث للايه؟ للفعل. we should choose the healthy snacks، يبقى على طول chooses دي مضاف لها الاس، يبقى لازم تنكتب ايه؟ it shows. okay she was ill so she went to school. هي كانت مريضة وبالتالي راحت المدرسة. لا يبقى شيل so واروح حاطط ايه؟ but تناقض. اوكي طب what were she doing yesterday evening؟ هتبقى هنا she جاي بعدها الاي ان جي، وهنا محدد فترة زمنية في الماضي قوي، يبقى هو ماضي مستمر، يبقى بدل where هتبقى was. طيب I have lived in أسوان for 2007. احنا قلنا مين اللي شاطره في الحساب؟ 4 دي لازم يجي بعدها عدد سنين، انما دي اسم سنه، يبقى 4 دي غلط، هتبقى على طول ايه؟ since. طب يا مستر انا ممكن اسيب 4 واحسب السنين من 2007 ل 2026؟ ممكن تحسبها على طول. هتطلع عندك كام سنه بقى؟ هتطلع 29، هتطلع 19 هتطلع 19. اوكي بس ما تلخبطش نفسك.
دي طبعا القطعة بتاعتي معروفة انها بتتحل ازاي. يلا بينا ندخل على النموذج الخامس ونبدأ بالمحادثة. تامر is asking كمال about his trip to مطروح، بيسألوا عن رحلته لمطروح، فإذا هو قضى الرحلة اوريدي. وتامر بيقول له where did you spend your holiday؟ يبقى I spent على طول يو هتتحول إلى I spent الماضي بتاع spend my يور هتبقى my holiday in مطروح اهو مطروح وترجع خلاص اتفقنا هتبقى ايه مطروح. وممكن اقول على طول ان ايه ان مطروح. why did you go there؟ ليه انت رحت هناك؟ because I like the weather of ايه مطروح. خلاص قال له انا رجعت في يوم السبت، يبقى when على طول اتفقنا الزمن كله في الماضي when did you come back؟ رجعت امتى؟ اوكي طيب did you take photos؟ طبعا هتبقى ايه yes I did او yes of course. اوكي طيب يلا بقى الاختيارات بتاعتي means using old materials again to make new things هتبقى recycling على طول. طيب اوكي to apply for this job you need the right skills and qualifications مؤهلات على طول. طب I ate my homework yesterday. yesterday من الكلمات الدالة على الماضي البسيط يبقى I did. you not eat too much fast food it's unhealthy يبقى you shouldn't. Okay again يلا find the mistake. he didn't sleep well last night but he is very tired today. ما نامش كويس جدا امبارح وعلشان كده والنتيجة اللي مترتبة على كده هتبقى ايه؟ بدل but هتبقى نقول there for وبناء عليه. اوكي طيب because they reached the park it had started to rain يبقى هنشيل because ونقول by the time بمجرد انهم وصلوا البارك بدأت الدنيا تشتي. camels were walk slowly across the sand. يبقى هنا was aware يبقى هنا الاي ان جي يبقى walk هتبقى walking ده الخطأ بتاعها. طيب they live in Alexandria 14 years. 4 شاطرة في الحساب وفور من الكلمات الدالة على زمن ايه؟ المضارع التام يبقى they have lived. اوكي طيب مهارة القطعة خلاص اتكلمنا فيها بتتحل ازاي هي والباراجراف. يلا النموذج السادس ندخل على الديالوج بسرعة. دينا سارة what career do you want in the future؟ ايه المجال اللي انت محتاجاه في المستقبل؟ that's nice. why do you want to be a teacher؟ هيبقى الكارير بتاعي I want to be a teacher انا عايز اكون ايه؟ مدرسة. اوكي that's nice. why do you want to be a teacher؟ هتلاقي because I am interested in teaching انا مهتمة جدا بالتدريس. اوكي طب دينا 3 سؤال هتلاقي patience and problem solving skills are ايه important يبقى what skills do we need المهارات اللي احنا محتاجينها. طب يلا الاختياري firefighters need grade A to go into burning buildings يبقى محتاجين شجاعة courage وفير خوف يبقى دي عكس دي. اوكي many animals have special aid to survive in their environment هتبقى adaptation تكيف. I forgot my umbrella. I forgot my umbrella. أنا نسيت الامبريلا بتاعتي. I got what in the rain وبناء عليه ولذلك هتبقى so. ITV when my friend called me last night يبقى كنت بتفرج على التلفزيون. طيب I wore my jacket therefore it was very cold just outside يبقى أنا لبست الجاكيت بتاعي وبناء عليه لا ما تنفعش. أمال هتبقى بسبب هتبقى
because they cleaned the room before their friends arrived. لا هتبقى على طول هنا clean وهنا ماضي وهنا before قبلها اول بعدها تاني، التاني ماضي بسيط يبقى قبلها ماضي تام، يبقى they had cleaned هم نظفوا. اوكي I read a book in the living room at لا يبقى على طول كنت بقرأ، يبقى هتبقى was reading. يلا يا شباب ليه was reading؟ نقول مع بعض لان هو جاب لي yesterday وجاب لي معاه فترة زمنية محددة في الماضي، فلو جاب لي كلمتين مع بعض في الماضي اخد ماضي مستمر. I don't watch such a great documentary since last month. يبقى على طول I haven't مضارع تام. ليه يا مستر مضارع تام؟ علشان سنس. علشان يا شباب علشان سنس. ويلا بينا على النموذج السابع بالمحادثة. Supply the missing parts in the following dialogue. هادي and سامح. Do you like playing video games? Yes, I enjoy playing video games in my free time. خلاص اتفقنا. What's your favorite game؟ ايه لعبتك المفضلة؟ قال له I like puzzle games best. اوكي طب do you think they are useful؟ sure بالتأكيد أو yes I do. yes I do. ليه يا شباب yes I do يا حلوين؟ لأن هو بادئ هنا بدو. خلاص وليه يس اصلا؟ لان هو بيقول لك بينموا وبيطوروا الذاكره بتاعتنا. هادي سال سامح سؤال قال له I play for about 1 hour a day. خلاص اتفقنا هتبقى how often do you play that game؟ اوكي هتبقى how often مش هتبقى how long يا شباب لان هو هنا بيسالوا عن عدد المرات. يلا spend many months away from home on long voyages. يبقى مين؟ السيلرز بيبعدوا وبيقضوا شهور خارج الوطن اثناء الرحلات البحريه. كلمه فوياج ودي معناها رحله بحريه جمعها منضاف لها الايه؟ LS. The first day of our school day is always science. يبقى اول فتره دراسيه هتبقى كلمه period. You shouldn't too much time on screens. shouldn't على طول الفعل في المصدر معايا. Games are fun. They should also be educational. لكن اللي هو التناقض زي ما قلنا قبل كده. طيب he was sick because he stayed home. لا هو كان تعبان وعلشان كده قاعد في البيت. so طيب had she study English well before her exams؟ لا على طول عندي هاد يبقى على طول تصريف ثالث للفعل. study منتهيه بالواي، الواي قبلها ساكن اعمل ضروب للواي واحط مكانها الاي اي دي. what was you doing at 5 o'clock yesterday؟ كلمتين في الماضي مع بعض يبقى ماضي مستمر. عندي هنا was مع يو ما تنفعش. خلاص عندك تو اوبشن يا اما تشيل was وتحط مكانها وير. يبقى لو حسبت ان was دي غلط اهي احط مكانها ايه؟ احط مكانها وير. طب لو طالب قال لي طب هشيل يو واحط مكانها شي as you like your answer is correct. doesn't talk يبقى جمله امريه هقول لك don't talk لا تتحدث. يلا بينا على النموذج الثامن. بيقول لي supply the missing parts in the following dialogue. علا بتقول يعني منى بتقول يا علا where did you go last Friday؟ احنا ما نعرفش. why did you go to Alex؟ يبقى I went to Alex أو Alexandria. بتقول لها why did you go to Alexandria to visit my uncle؟ how أدامت في ظرف أهو زمان أو في عدد مرات هتبقى how often do you visit him؟ بتزوري كل قد إيه؟ فقالت once a month. what is his job؟ he is a doctor هو طبيب. قال لا ليه يا مستر ايه اللي عرفك طبيب؟ لا انت قول انت بقى لان هو بيحب مساعدة السيك بيبول الناس التعبانين او الناس المرضى. يلا بينا على النموذج التاسع. علا ومي what skills do you think are important for work؟ I think على طول team
work. اعتقد ان التيم وورك العمل الجماعي. ليه؟ لان هو جابها هنا. why is teamwork important؟ ليه التيم وورك بقى مهم جدا؟ خلاص اتفقنا. هتقول because بسبب we help each other، بنساعد بعض. يعني دور على حاجة بسيطة يعني. What about problem solving skills? I think it's important because learning how to solve a problem improves creativity. فتقول لها your، هتوافقها في الرأي you're right. طب لو طالب ممكن يكتب اسلوب تاني. حبيبي ممكن تكتب that's true. كلامك ايه؟ سليم وصحيح 100%. When you move to a different country you need to adapt، تتأقلم مع أو adjust. خلي بالك is a traditional story based from one generation to another. يبقى الفولك تيل اللي هو قصة شعبية، حدوتة بمعنى صح، أنا بسميها حدوتة. she TV when her friend called، يبقى كانت شغالة بتعمل إيه؟ كانت بتتفرج على التلفزيون. كان ده حدث مستمر. يبقى was إيه؟ watching. okay. he studied hard he didn't pass the exam. هو ذاكر كويس بس من حظه بقى ما نجحش في الامتحانات، نصيبه بقى هتبقى however. خلاص طيب. didn't break traffic rules، لا ده دي جملة أمرية هتبقى ايه؟ don't. okay. while I do my homework my friends arrived. يبقى وانا بعمل واجبي المنزلي اثناء ما كنت بعمل، احنا قلنا while ماضي مستمر، يبقى while I was doing على طول كده اهو. اوكي يلا. طب he studied hard because he got high marks. لا هو هي ذاكرت كويس. دي نتيجة ترتبط على دي، يبقى على طول so. طيب she has cooked a delicious meal، يبقى she'll cook، وهذا هيجي بعدها الباست participle هتبقى cooked. يلا بينا بقى على النموذج العاشر والأخير. سامي do you know that the earth is very old؟ wow it's 4.5 billion years old. عمرها 4.5 مليار سنة. هيقول له طبعا ده هو اللي قال، نادر اللي بتسأل هو اللي قال. هيبقى ايه؟ yes of course او yes I do، لأن هو قال له المعلومة. سامي سأله سؤال، قال له the Amazon rainforest is called the longest of the earth. the Amazon اللي هي غابات الأمازون بتسمى برئة الإيه؟ برئة الأرض. هتبقى what؟ شايف؟ في فعل مساعد قدمه على ضوء على طول. what is the Amazon rain forest called؟ هي غابات الامازون تسمى بايه؟ طيب هيقول له واي، ليه؟ على طول كده اهو. ندخل بقى على المعاني والجرامر. means something not allowed to happen by rules، هتبقى على طول معناها شيء ما ينفعش ان هو غير مسموح به ان هو يحصل، هتبقى forbidden ممنوع. all living things an important rule to keep the environment balanced، ليه تلعب دورا هاما. طيب I like coffee my sister prefers tea، لكن اختي. طيب he his homework before he watched TV، هنا before. يلا بقى معايا الاغنيه. before بدأ بحرف البي، بيجي بعدها التاني قبلها اولاني، يبقى ماضي ايه؟ ماضي تام. طب I love sports so my brother loves music، لا على طول هتبقى so، وتناقض ما بين المعنيين نعمل الكومه بتاعتنا ونكتب but. I have never saw the pyramids، يبقى على طول هشيل so واحط مكانها seen. while I was watching TV my sister is cooking، لا مفيش حدث قطع التاني، يبقى هنا ماضي مستمر، وهنا هشيل was واحط مكانها، هشيل is واحط مكانها ايه؟ was. يبقى الخطأ ايه في دي؟ don't making noise in your class، هتبقى don't make. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا حل الامتحانات بتاعتنا ال10 نماذج بتوع المعاصر، وشرحنا معاهم الجرامر. خلي بالك جدا من الجرامر المهم جدا عندي، اللي هو هيتكلم عن زمن الماضي التام، هيتكلم عن الروابط، وبالتوفيق والنجاح والسداد ان شاء الله.